الفجر لصناعة الدواجن وتجهيز العنابر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاجر الاستثمار الداجني لأول مرة إن شاء الله نعلن عن تصنيعنا لدفايات أو الطباخات اللي شغالة بزيت الرجوع. تمام. طبعا احنا ده في الفيديو ده هيبقى ده الفيديو الأول اللي هنستعرض فيه فكرة عمل الدفاية، والفيديو التاني إن شاء الله خلال أيام هنشغل ونعمل تجربة عملية لشغل الدفاية دي. تمام. طبعا دي دفاية بتبقى خاصة بمزارع الدواجن. تمام. في بقى دفايات تانية بيسموها طباخات او بوتاجازات بتبقى خاصة بطهي المنازل وكلام زي كده. طيب ايه فكرة عمل الدفاية دي؟ فكرة عمل الدفاية دي هي عبارة عن خزان بيخزن الزيت. تمام. في من الخزان ده حنفية بيتم التحكم في كمية الزيت اللي بيخرج من الخزان. طيب في بعد كده الزيت بيطلع من الخزان بيمشي في ماسورة. الماسورة دي ماسورة بيمشي فيها الزيت. بعد كده الزيت بيخش على المحرقة او مكان الاشتعال. تمام. طيب هنا طبعا الزيت احنا عارفين الزيت ده هو عبارة عن سائل بيكون لزوجته عالية شوية. تمام. فبالتالي الزيت لو احنا وليكن فتحنا الحنفية دي وسيبنا الزيت يخش على الطباخة، عمر ما الزيت هيشتعل. تمام. فبالتالي احنا بنجيب حاجة اسمها بلاور زي كده. البلاور ده بيركب هنا. تمام. بيركب هنا في الفتحة دي كده. تمام. بعد ما بيركب بياخد شريط لحام. بعد ما البلاور ده بيركب في الدفاية دي، ايه اللي بيحصل؟ البلاور ده بيشتغل، بيدفع الهواء فالهواء يمشي في الماسورة دي. بعد ما الهواء يمشي في الماسورة دي هيبدأ الهواء يمشي في الماسورة. طبعا الماسورة دي فيها زيت، الزيت بينزل من الماسورة دي، يجي بقى البلاور يقوم دافع الهواء لفوق. دفع الهواء لفوق بيدفع الزيت معاه، فالزيت يخش على ايه؟ على المحرقة. طبعا في معلومة مهمة عاوزين نقولها. الدفاية دي في ناس كتير بتشتكي من العادم بتاعها، بتشتكي كتير من العادم بتاع الدفاية. طبعا انا بقول العادم هي ليها عادم بس عادم بسيط. الدفاية دي ليها عادم بس عادم بسيط. فانت لو حضرتك مربي دواجن ما تعتمدش اعتماد كلي على الدفاية دي في المكان بتاعتك. يعني حضرتك هتاخد الدفاية دي مني وتاخد معاها مصدر تاني تدفئة، وليكن ويفضل في مصدر يكون كهرباء. علشان دلوقتي انت لو خدت دفاية الزيت دي وخدت معاها دفاية غاز، طبعا انت كده عندك مصدرين لاحتراق غاز الاكسجين في المكان، فده هيقلل نسبة غاز الاكسجين في المكان، فبالتالي هيفرض عليك انك تهوي بمعدل كبير شوية. فانت يفضل لو هتاخد دفاية زيت يفضل تاخد معاها مصدر تدفئة يكون بالكهرباء زي الشمع او الهيتر. تمام. زي الشمع او الهيتر. وان شاء الله هنعمل فيديو مقارنة هنوضح فيه الفرق ما بين دفاية الزيت والهيتر والشمع. وان شاء الله هنعمل فيديو مجمع ليهم هما التلاتة. تمام. برضو عاوز اكمل كلامي. بعد ما البلور بيزج الهواء في الانبوبة دي بيبدأ الزيت يترفع لفوق، فبيتم حرقه داخل هذه ايه المدخنة دي او المحرقة. طبعا دي عبارة عن حاجز شبه الشمسية علشان تزود معدل التدفئة عندك في المكان. في حاجة انا عاوز انوه عليها. الدفاية دي مش بتشتغل اوتوماتيك. يعني ما حدش ياخد دفاية زيت ويقول ان هي بتشتغل اوتوماتيك. مفيش اوبشن تشغيل اوتوماتيك فيها الى يومنا هذا. لحظة تسجيل الفيديو احنا لسه ما عندناش فكرة ازاي نشغلها اوتوماتيك، لكن احنا الدفاية دي بتشتغل ازاي؟ بعد ما بتفتح الحنفية هنا. تمام. طبعا ادي الزيت جوه المكان اهو، واخدين بالنا. ده خزان الزيت اهو، خزان الزيت. بعد ما حضرتك بتفتح الحنفية دي الزيت بيبدأ ينزل، بيمشي هنا. تمام. حضرتك بتجيب ورقة بتحطها هنا وتولع فيها. بمجرد ما الورقة تبدأ تشتعل حضرتك بتفتح البلاور، وبعد كده يبدأ عملية الاحتراق تشتغل. لما تيجي تطفي الدفاية دي علشان ما تعملش عندك عادم، تعمل ايه؟ بتقفل الزيت ده، بتقفل الحنفية زي ما انا قافلها كده، وبعد كده بتسيب البلاور شغال فترة لحد ما النار تطفي وحديها هنا. بعد كده تبدأ تطفي البلاور. طبعا الدفاية دي متاح منها شحن جميع المحافظات وفكرتها عملية جدا. والأربعة لتر زيت في الدفاية دي يعادل استهلاك أنبوبة بالظبط. الأربعة لتر يعادل استهلاك أنبوبة. إن شاء الله الفيديو التاني هيبقى فيديو عملي
لتجربة هذه الدفاية. الفج الاستثمار الداجني، تحياتي لحضراتكم جميعا.